اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى قدر وحقه ومقداره العظيم. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض جمبري الغلابة. إيه هو جمبري الغلابة ده؟ دي بسارية أنا جبتها كيلو ب25 جنيه، وجبتها ونضفتها وتبلتها وعملت لها تتبيلة حلوة كده، ورحت قلياها وطبق رز جنبها وطبق سلطة، والحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمة. تعالي نشوف عملنا الجمبري الغلابه ده ازاي، الطريقه والوصفه والمقادير. يلا نخش الفيديو ونصلي على رسول الله ونسمي الله، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك ورفع الجرس ليصلكم كل جديد. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ربنا يرخيها من عنده يا رب، وربنا يجعلنا دايما كده مستورين دنيا واخره يا رب. اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودعوه حلوه عن ظهر الغيب، ودمتم في رعايه الله وامنه، وكل عام وانتم من الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، كيف حالكم وكيف أصبحتم؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل حاجة إن شاء الله كده من مشتقات السمك، يعني لأن محدش هيشتري سمك، يعني ما علينا. دي بسارية أنا جبتها، هي مش غالية، يعني الكيلو ب25 وفي بيبيعها ب30. جبتها ونضفتها وغسلتها، هي بس إيه، بتشيل الراس كده وبتسحبيها لتحت، بينضف كل اللي فيها. وبعد كده رحت عاملة لها خلطة الدقة بتاعتها. دي عبارة عن توم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبارة عن توم وليمون وملح وكمون وبهارات وقرن فلفل حامي او قرنين، ده اختياري. بس مش هتمسكي بقى واحده واحده طبعا وتتبليها، انت بقى بتتبلي كله في قلب بعض وكده. طبعا انا بعد ما نضفتها غسلتها كويس، شطفتها كده شطفه نظيفه، وبعد كده سبتها تصفي من ميتها خالص عبال ما عملت التتبيله بتاعتها. وزي ما قلت لكم التتبيله بتاعتنا توم وكمون وليمون وبهارات وكزبره ناشفه وفلفل اخضر حامي او اخضر بارد، يعني اللي انتوا تختاروا. انا عن نفسي حطيت قرنين حامي يعني. بس هسيبها بقى كده في التتبيله بتاعتها كده شويه لحد ما تشرب من التتبيله خالص، وهرمي معاها قشر الليمون كده عشان برضو لو في اي زفاره او في اي حاجه يعني يحوشها او يمنعها. بس ان شاء الله بقى اما اجي يعني اقليها هرجع لكم تاني وهنشوف هتبقى عامله ازاي باذن الله. قلت لكم حبايبي وادي البسارية او جمبري الغلابه زي ما بنطلع عليه كده او زي ما بيقولوا. انا حطيت هنا كميه من البسارية في الدقيق ده في الكيس، على اساس برضو ايه اخد راحتي وانا بقلبها. وبعد كده نزلت بواحده واحده، علشان خاطر لو كنا نزلنا كده بكميه على بعضها ما كانتش هتبقى سايبه كده من بعضيها، او كل واحده لوحدها، لا كانت هتتهري مننا، وكانت طبعا يعني ايه مش هتبقى معجنه يعني. فدلوقتي دي اول طلعه اهي انا حطيتها، ان شاء الله بس تحمر كده واطلعها واوريها لحضراتكم باذن الله حبايبي. ودي اول طلعه معايا اهي، انا طلعتها. بصوا مش عايزه اقول لكم بقى كريسبي وجميل وحاجه يعني كده، اللهم بارك من الاخر، يعني ربنا يجعلها سخاء رخاء يا رب. وادي بقى الجزء التاني بقى والطلعه التانيه اللي انا هحطها حبايبي. ودي تاني طلعه اهي، انا بعد ما بحطه كده في الدقيق بحطه في مصفى او اي حاجه علشان يعني انزل كميه الدقيق الزياده كده. اسمي الله، بنزل واحده واحده كده اهو، زي ما قلنا ننزل واحده واحده. معلش هو ايه يعني هيتعبك شويه او كده، بس في الاخر ان شاء الله النتيجه كويسه يعني. زي ما قلنا كده يعني ايه، ده جمبري الغلابه كده زي ما بيقولوا. انا هحط واحده واحده كده، وبعد بقى ما اخلص الكميه كلها ان شاء الله هرجع لكم. وانا عندي رز سمك كده من امبارح، كنت عاملاه من غير سمك ومن غير اي حاجه، يعني كانت نفسنا فيه. فان شاء الله برضو ايه لما اخلص خالص كده هرجع لكم تاني، ويكون الرز بتاعي سخن، وعملت طبق سلطه كده، وارجع لكم ونشوف النتيجه. ان شاء الله هتكون نتيجه هايله مبهره باذن الله. رجعت لكم حبايبي كده، انا خلصت. ادي الجمبري بتاع الغلابه او البسارية، شكلها يعني جميل جدا والله، وطعمها حلو قوي قوي، احلى من الجمبري كمان 100 مره والله. ربنا يحسن ما بين ايدينا واجعله، اللهم اجعله شهاده لنا يوم القيامه. والله ربنا بيحلل حاجه ببق الغلابه، ربنا يجعلنا غلابه يا رب. ودول شويه سلطه طماطم كده صغيرين عملتهم، وطبق رز. ودي كانت وصفة النهاردة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واللهم احسن ما بين ايدينا، واللهم اجعله شاهدا لنا يوم القيامة، وكل عام وانتم من الله اقرب، وكل عام وانتم بخير. واللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، امين يا رب العالمين. اكلة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، يعني كيلو البسارية كله ب25 جنيه،
فيلي بقى اللي بيبيعوا ب30، فيلي ب20، يعني طبعا الاسعار في المناطق متفاوته. ما خدش مننا وقت ولا مجهود، ويا رب تكون حلقه النهارده كانت حلوه وكنت ضيفه خفيفه على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.